السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا، مبدئيا كده صلوا على النبي. اول حاجة نعملها تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا، النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض رز بلبن بطريقة كده جديدة وحلوة، ان شاء الله تعجبكم. معانا هنا كوبين من الرز. هتقولوا لي كوبين مش كتير، لا احنا نعمله بطريقة المحلات، مش كتير. وهنا 3 معالق من نشا، وكيسين من الفانيليا. تمام. ومعانا 2 كيلو لبن. ال2 كيلو لبن دول هاخد منهم حوالي نص كوباية او كوب من اللبن. هركنه على جنب عشان بعد ما اخلص خالص هوريكم الخطوة اللي احنا نعملها عشان يطلع بطريقة المحلات. وهنا بقى والسكر حسب الرغبة، يعني انا هحط مثلا كوب ونص. انتوا بقى حسب الرغبة، في ناس بتحبه مسكر، في حد بيحبه مظبوط. انا بحبه مظبوط لان انا بحط عليه ايه بديله يعني فواكه مجففة. ومعانا هنا زبيب، الحاجات دي برضو بتبقى مسكرة، فده مع ده بيبقى كتير، فنخليه مظبوط احسن. هنا في زبيب، معانا هنا زبيب. ومعانا الفواكه المجففة دي موجودة في اي مكان، اي سوبر ماركت او اي الناس اللي هي بتبيع الرز والمكرونات والحاجات دي بيبقى عندها متوفرة عندها فواكه مجففة. وفي جوز الهند، وفي الزبيب، وفي شوكولاتة اهي، وفي شوكولاتة اللي هي الابيض الصغيرة دي، وفي فارماسيل. دي الحاجات المتاحة عندي اللي انا ايه هزين بيها الرز بلبن. تعالوا بقى اول حاجة هنعملها ان شاء الله، هنغسل الرز بلبن. الرز بلبن بلاش تغسليه كتير عشان ينزل برضو النشا اللي فيه، هتفيدنا. هنغسل الرز بلبن واحطه على النار. انا حاطه الميه على النار، حتى حوالي 3 كوبايات من الميه هسلق فيهم الرز بلبن. الرز هسلق الرز بقى وارجع لكم تاني ونبدا خطوه خطوه مع بعض. بصوا، الرز بلبن اهو على النار. في البدايه كده انا ببقى موطيه عليه اهو، بصوا موطيه عليه خالص، بخليه بيستوي براحته. هسيبه بقى يستوي. اول ما بحطه على النار في الميه، بسيب النار عاليه عليه شويه ياخد غلوه كده، وابدا اوطي عليه خالص، اسيبه يستوي براحته عشان يطلع زي ما انا عايزه. انا بخليه مش باين، يعني بخليه بيستوي شويه، بيبقى مش باين كده ما بين ان انت مش عارفه بتاكلي مهلبيه ولا رز بلبن، بيبقى عامل زي الميكس كده. فخليكم بقى معايا للاخر كده وان شاء الله هيطلع جميل وهيعجبكم قوي. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اجمل لما في بيت العيله مع ام مالك. بصوا، انا خدت كوب من اللبن وحطيت عليه النشا وقلبتها كويس تمام كده. وهاخدها بقى وهنزل بيها على الرز وهو على النار كده على نار هاديه. وبعد كده هحط اللبن الخطوه اللي بعد دي. يعني انتم ما تقلبوش النشا في ميه، لا، حطوا ال4 معالق نشا في قلب اللبن، كوبايه من اللبن كده، وقلبوها كويس وانزلوا بيها على الرز وهو على النار. يلا بينا. بصوا، انا كده اهو طفيت على الرز بلبن اهو. همسك بقى الكوب اهو من اللبن، احطه كده بعد ما نطفي عليه. اخر خطوة بعد ما نطفي على اللبن اهو، هحط الكوب من اللبن. هو ساقع، بصوا تلج، انا حاطاه بالتلجة بتاعته. ليه بقى الخطوة دي؟ عشان يعمل لي قشطة كده من على الوش، ويبقى عامل زي طريقة المحلات بالظبط. يبرد بقى ان شاء الله شويه، يبرد بس ونغرفه مع بعض وهيكون التزيين بتاعه يبقى عامل ازاي. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم. خليكم معايا. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا اعمل لي كام طبق، اللهم بارك اللهم بارك اهو. انا كده بقى لسه ايه هحط له التزيين بتاعه، بس انا قلت ايه اغرفه الاول واوريكم ما شاء الله عمل معايا كام طبق. اللهم بارك اللهم بارك. بصوا ما شاء الله، بصوا كام طبق، ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. اهم حاجة تصلوا على النبي. اي حاجة بتعملوها صلوا على النبي وقولوا اللهم بارك، يا رب زيد وبارك، هتلاقوا ما شاء الله الحاجة زادت معاكم قوي.
اهو تبارك الله. تعالوا بقى نزينه كده مع بعض. استنى يا لوكا. بصوا في اطباق. نعم يا ماما. نعم. طيب ماشي. ملك ابني فظيع فظيع. بصوا انا بحب. خلاص بقى يا مالك خلاص. في اطباق هم عايزينها تبقى فواكه بس، وفي اطباق عايزينها جوزة الهند وزبيب. فانا هعمل كذا حاجة عشان اللي حابب ياكل ده ياكل ده اللي يعجبه يعني. فالمسي ده جميل قوي، بيدي شكل حلو. ان شاء الله بقى لما تجربوه قولوا لي ايه رايكم. نعم يا مالك. وجا مالك ما بيسيبنيش طول ما انا واقفه في المطبخ، بيفضل معايا اي حاجه بعملها بيبقى موجود معايا. خلاص يا جماعه كده حلو. نعم يا مالك. بصي انت هتاخد دي وتسكت بقى. يلا يلا روحي اقعد بره. يلا يا محمد اطلع بره. يلا. خلص بقى ان شاء الله التزيين بتاعه وارجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. كده انا زينت اهو. عايزه اقول لكم ولادي والله كانوا واقفين معايا وفرحانين بيه قوي. بصوا الحاجات دي بتخلي الاولاد تفرح قوي. اللهم بارك. بصوا ما شاء الله هما كده عملوا معايا 19 طبق، دول 18 وفي طبق كبير. ما شاء الله اللهم بارك اهو. طبق كبير كمان اهو. ما شاء الله اللهم بارك. عملوا معايا 19 طبق. 2 كيلو لبن عملت بيهم قد ايه؟ 19 طبق رز بلبن. تبارك الله ما شاء الله. ما تنسوش بقى ان شاء الله لو عملتوه عجبكم يهمني رأيكم برضو. ان شاء الله اعملوه جربوه هتلاقوه جميل هيفرح اولادكم قوي. طعم وشكل وكل حاجه ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم لما بعمله ولادي بيبقوا فرحانين قوي. ربنا يجعل الخير دايما في بيوتكم وفي بيوتنا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.